السلام عليكم. بغيت نشير لواحد المسألة مهمة في الملاكمة اللي هي القتالية. هنا هاد الفيديو تيهضر على ملاكمين كانوا تلاقاو في واحد النزال. واحد عنده بنية جسمية كبيرة صحيحة اللي هو جوشوا ضد ملاكم تقريبا يعاني من تقريبا السمنة المفرطة بالنسبة كملاكم احترافي. هنا كيف تنشوفوا جوشوا قمة، العضلة ديالته مزيانة، العضلات مزيانين، رشاقة، التحكم في الجسم على أحسن ما يرام. هنا اورتيز كي تنشوفوا هنا تم التدريب اللي تيبين هنا وكيوضح بانه ثقيل. البنيه الجسمانيه ديالته ما متناسقاش. حتى التمارين اللي هي تتكون عاديه عنده هو ثقيله، يعني المستوى في اللياقه البدنيه ضعيف عنده بزاف. ما كنهضرش على الحاله التنفسيه. هنا كي نشوفوا الحركات العاديه اللي ممكن اي رياضي يديرهم، ماشي ملاكم، اي رياضي ممكن يديرهم كيجيو هما ثقال، تيجيو ثقال بزاف. حتى ان التمارين ديال اللياقه البدنيه تيحاول ما امكن يتفاداها. علاش بالضبط؟ اشنو هو السبب اللي خلى هاد الملاكم تيوصل للقمه مع انه البنيه الجسمانيه واللياقه البدنيه ضعيفه؟ هاد المستوى واخا تشوفوا الرشيق هنا، راه هنا مستوى كيبقى عادي بالنسبه للملاكم محترف وتيدافع او تينافس على اللقب العالمي. شو انا تيبان لياقه بدنيه رائعه، مثاليه، جسم رياضي رشيق، حتى عضلة العنق هنا كما كنشوفوا. ولكن اشنو هو السر اللي خلى الانسان هاد الملاكم هذا في النزال ديالو مع الملاكم الخصم كانت مفاجأة. هنا انا تنقيد اللياقة البدنية راه هي تقريبا 80 او 70%. كي تشوفوا هنا السرعه ديال اورتيز ثقيل الحركه كلها هنا ثقيله، الحركه ثقال. هنا كنشوفوا هذا مستوى ديال واحد يلاه بدا الرياضه، ماشي رياضه الملاكمه. هذا الشيء هذا الاسلوب هذا ديال الانسان اللي تيحاول يلاه يخرج من داك الثقل الجسماني ديالو، كيحاول يتحكم في الجسم ديالو. هنا كي نشوفوا هنا الا شتيه تلاقيتي معاه غير في شي صاله تحس بانه هو غير انسان كيحاول يدير نشاط رياضي فقط، ماشي بطل عالمي او كينافس على لقب عالمي. ولكن وقعت المفاجأة كما قلت هنا بالضبط. شنو هو السبب؟ هي القتالية، هي النفسية القتالية. هي عندما ملي كتضرب كتكون عندك واحد النفسية قتالية، أو بمعنى زيرو خوف. تضرب واحد القوة رهيبة، والخصم ملي تيكون خوف ولو أنه تيكون عنده لياقة بدنية كبيرة ما تعرفش يستعملها، ما كيعرفش يتحكم فيها. هذا راه أكبر دليل بأن الملاكمة كتعتمد على اللياقة البدنية والمهارة والنفسية القتالية. النفسية القتالية بالنسبة للملاكمين، هنا كيضرب بكل القوة ديالته. اورتيز جميع القوة كاع أي عضلة قوية إلا وتضرب بها هنا، وفعلا ضرب. حتى أن جوجولا تيبان في حالة حرجة بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله.